عليك يا اخي. طبعا نحن هسه موجودين في جبهة دير الزور. طبعا هذا اللي نحن ماسكين الخط الجبهة بشكل كامل. طبعا في موجود مقابلنا منطقة تلقب باسم هجين. طبعا عم يجينا هجومات، عم يجينا شيء، بس طبعا نحن عم نصد هالشيء هذا، الهجومات كلياتها من مرتزقة داعش، عم نصد هجوماتهم ومعنويات عالية عند الرفاق كامل. وطبعا كمان يعني ذهنية داعش مثل ذهنية أردوغان، يعني كيف عم تشتغل داعش أردوغان كمان عم يشتغل بنفس الطريقة. نحن هون يعني جبهة دير الزور كان قصدة يبكة يبجة، تمام. يعني هي مثل ما تقول كلياتنا عم نقاوم، لسه مقاومة أكثر وأكثر، ويعني مثل ما تقول عزيمتنا عالية وإن شاء الله انتصار لنا. يعني هلأ كمان إذا رفقات في عفرين مثلا انتصروا نعتبر منتصرين في دير الزور، إذا نحن انتصرنا هون عفرين كمان تعتبر منتصرة. صديقي طبعا هي تركيا أردوغان، طبعا أردوغان داعش وأردوغان هي واحد، لأنه نفس الذهنية. داعش عم بيساعدها مين؟ أردوغان. أردوغان عم يدعم داعش كان أسلحة بذخيرة بكل شيء. مخططات داعش هلأ في عفرين عم يشتغل فيها مين؟ هو الجيش التركي. نفس الهجومات اللي عم بتصير هون بدير الزور كمان أردوغان عم بيساوي نفس الهجومات، نفس التكتيك، نفس الخطط، لأنه الذهنية واحدة. لأنه ذهنية أردوغان نفس ذهنية داعش، ما بيختلف عنهم بالمرة. مهما حاولوا هجومات، مهما كانت كمان عدد جيوشهم، نحن راح نظل مثل ما تقول ثابتين، والانتصار لنا إن كان في عفرين وإن كان بدير الزور وإن كان بأي منطقة بسوريا بشكل كامل. نحن الانتصار لنا مدينا من إرادتنا القوية، لأنه نحن أصحاب الحق، نحن أصحاب القضية اللي حق. ما بين يعني أقصد يعني ما بين مين؟ أنا المقاتل جيلو قامشلو من عيال الديري. طبعا نحن الآن موجودين في صحراء دير الزور، وتقريبا فاضين سيطرتنا على أغلبية منطقة الصحراء. طبعا في الأيام الأخيرة صارت عدة هجومات على وحداتنا الباسلة، ولكن قمنا الحمد لله بالتصدي لها بكل قوة وجدارة. نعم مستمرة لحد الآن، ولكن الحمد لله هذا الشيء بالعكس يعني زاد من صمودنا وأعطانا حافز إلى الأمام. بالنسبة للهجمات الأخيرة من القوات أو الميليشيات التركية على أهلنا في عفرين، هي نفسها القوات ولكن بمسمى ثاني، بمسمى داعش التي تهجم علينا الآن على قوات دير الزور. طبعا تركيا منذ القديم وليس الآن تحاول طمس هوية هذا المجتمع وهذا الشعب، سواء إذا كان كردي أم عربي، ولكن بإرادة شعبنا وصمود مقاتلينا وبإرشادات القائد سوف ننتصر بإذن الله. الحل الأمثل للوقوف في وجه الأعداء والهجمات الأخيرة على منطقتنا هي بالتكاتف والتعاضد يد بيد ما بين المكونات العربية والكردية وجميع المكونات في هذه المنطقة. أقول لهم إن شاء الله بالنصر، وصمودنا من صمودهم، وانتصارنا في دير الزور انتصار لهم في عفرين، كما أن صمودهم في عفرين هو القوة الأساسية التي تمدنا بالطاقة والمعنويات. وين خليك سبكوا بالليل؟ خلاص صور الميراث بالكعبة. اسمي زينب أفر الشدادي، وأنا من مكون عربي. ويعني مثلا كيف نحن متكونين يعني بنفس الخندق، بنفس المكون. نحن أنا يعني كمكون عربي أنا مع رفقات كرد، يعني كمثلا العرب. مثلا أنا بتمنى كثير إنه العرب هلا أنا كنا رفقات العرب، يعني كنا خندق واحد، عدونا واحد بفضل فلسفة القائد أبو. نحن هلا كنا بسقف واحد وعدونا واحد وفلسفتنا واحد، يعني احنا مكوننا واحد. الرفيقات الكرد ورفيقات العرب ما في فرق. واحنا كمان كفلسفة القائد الرفيقات اليبجة، قوات المرأة، قوات اليبجة، وندافع عن حقوق المرأة. عفرين بالروح بالدم نفديك يا عفرين، بالروح بالدم نفديك يا عفرين.